ذرة كربون صغيرة بس بتغير شكل العالم. اكتشف الحكاية في البودكاست. أهلا بيكم في بودكاست كربون، معاكم أحمد رجب. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست كربون. النهاردة الحلقة مختلفة شوية، بما إن احنا طول الحلقات اللي فاتت بنتكلم في كل ما هو يخص الأويل أند جاز والبتروكيميكال اندستري. يمكن تكون مختلفة بالنسبة لينا احنا كمهندسين. احنا كان أغلب التوكس أو أغلب الحلقات اللي فاتت كانت تكنيكال خاصة بالأويل أند جاز والبتروكيميكال. بس احنا الحلقة بتاعت النهاردة احنا بنتكلم في موضوع يهمنا برضو جدا، احنا كأي حد شغال في الأويل أند جاز والبتروكيميكال اندستري. النهاردة هنتكلم على الفاليو تشين. في مصر اعتقد الموضوع ده لسه يعني جديد، مفيش حد متخصص كتير فيه. فعشان كده احنا جبنا حد من رواد الفاليو تشين في مصر. هنتكلم النهارده باستفاضة عن الفاليو تشين. معنا ومعاكم النهارده الدكتورة نهى الشقيري. برحب بيك يا دكتورة نهى، اهلا بيكي. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. ده شرف ليا، وطبعا شكرا على التقديم العظيم ده. الله يخليك دكتورة نهى، طبعا يعني متخصصة جدا في موضوع الفاليو تشين. بس قبل ما نبدأ ندخل في الموضوع بتاعي، ان انا يعني انا مهما قدمت مش هعرف اكفر البروفايل بتاع حضرتك. ف يعني المايك مع حضرتك. تعرفينا بنفسك، مين هي دكتورة نهى الشقيري؟ أهلا بحضرتك وأهلا بكل المستمعين اللي بيتابعوا البودكاست بتاعك. ببساطة شديدة، أنا أصلا باحثة اقتصادية. اخترت، يعني ده كان من توفيق ربنا ليا. التخصص بتاعي في توبيك interdisciplinary ما بين الاقتصاد وما بين business administration أو إدارة الأعمال، وهو كان في مجال اللوجيستكس والفاليو تشين انتجريتنج استراتيجيز. هو كان زي ما حضرتك أشرت، يعني هو كان موضوع جديد، وما كان مش موضوع مش متداول في الدراسات وفي الأبحاث في مصر يعني. دكتورة نهى طبعا يعني مم. تخصص جديد زي ما حضرتك قلتي، مفيش حد كتير اشتغل في الفاليو تشين في مصر، او بالذات في النقطة مم. البحثية دي. وحضرتك قلتي ان هي نقطة ما بين الايكونومي ويعني والفاينانس شوية. بس يعني عشان احنا معلش اغلب الاودينس او اغلب الناس اللي بتتفرج على البودكاست الباك جراوند بتاعتهم انجينيرينج. فبقول لهم يعني جهزوا ورقة وقلم كده ويكتبوا بعض المصطلحات المهمة اللي احنا هنتعلمها مم. مع بعض النهاردة. آه، وبعد كده هم ممكن يدوروا بقى لو حد حابب تمام. يشفت، لان حضرتك كنت كلمتيني قبل كده. احنا آه، في الكارير بتاع الانجينيرينج بيبقى دايما التطور الطبيعي ان هو بعد كده يشفت يروح للايه للبيزنس، صح كده؟ البروجكت مانجنج. اه بالظبط، صحيح، يعني تمام. بيبدا يشتغل في بروجكت مانجمنت او بيشتغل في الجزء بتاع هي البيزنس ديفلوبمنت. سامعك. صحيح صحيح، اغلب البروجكت مانجرز في مصر عموما مهندسين اصلا، يعني الباك جراوند بتاعتهم هندسه اصلا يعني. صحيح الاغلبيه العظمى منهم، صحيح. طيب اكتر احنا منهم ناس في اداره الاعمال يعني. بالظبط بالظبط. طيب احنا خلينا نبدا خالص كده، نجيب الموضوع من الاول خالص ونعرف ايه هي الفاليو تشين. احنا عايزين كده بتعريف، وبرضو عشان تاني احنا اغلب الباك جراوند بتاعتنا انجينيرينج، فممكن يبقى الموضوع جديد علينا، فعايزين احنا كده شرح هنقول بسيط للفاليو الحدوته تشين. ببساطه شديده. بالظبط بالظبط. لا، هنقول الموضوع ببساطه شديده. هي الفاليو تشين ببساطه غير مخله، هي مجموعه الاكتيفيتيز او الانشطه اللي بتضيف، اللي بتقوم بيها الشركه علشان تقدم البرودكت او السيرفيس بتاعها. بداية من الفاليو كونسبشن، أنا بعرف إيه القيمة اللي أنا عايزة أقدمها للكاستمر بتاعي، لحد ما أوصل للكاستمر ده، وبعد ما أوصل له كمان إزاي أبقى أحافظ عليه بشكل مستدام. لأنه يمكن حضرتك هتقرا على البروفايل بتاعي ان هو انا بتكلم على السستينبل بزنس استراتيجيز. فهي في جوهر الفاليو تشين هو الحفاظ على الكاستمر بتاعك، والحفاظ على انه البيزنس يبقى مستدام لاطول فتره ممكنه. دي نقطة. الكي اسبيكتس بتاعت الفاليو تشين ان انا بقسم النشاط اللي بتقوم بيه الشركة لمجموعة من الاكتيفيتيز، وبشوف الفاليو اللي بيقدمها كل اكتيفيتي ده للبرودكت مقارنة بالكوست اللي انا هتحملها.
بتتضمن كل الاكتيفيتيز، سواء كانت ليها علاقه مباشره بالمنتج اللي حضرتك بتخرجه او علاقه غير مباشره، زي الاتش ار مثلا. الاتش ار ما بيبقاش ليه علاقه مباشره بالمنتج، يعني الاتش ار مانجر مش بيتعامل بشكل دايركت مع البرودكت بتاعك اللي انت بتطلعه، بس هو ليه تاثير في انه لما يعين الموظف المناسب في المكان المناسب هيأثر على المنتج النهائي بتاعك. الحاجة الثالثة انه الفاليو تشين هي جول اورينتد، هي بتبقى كاستمايزد. لما باجي اعمل الديزاين بتاعها بعمله بشكل بيناسب هدف الشركة والهدف النهائي ليها. هي دلوقتي حاليا الشركات مثلا الشركة هدفها النهائي ان احنا في فترة رواج، فانا عايز اعمل بروفيت ماكسمايزيشن، يبقى هعمل الديزاين ان انا اركز على اكتر انشطه بتطلع لي فاليو وهتجيب لي بروفيت. والله احنا في فتره كونتراكشري او فتره انكماش، يعني يبقى انا الهدف بتاعي كوست افيشنسي، يبقى انا هركز على السيجمنتس اللي فيها اكبر قدر من ممكن يبقى فيها هدر، ممكن يبقى فيها مشكله في الكوست مانجمنت بتاعتها، فاركز عليها علشان اقلل الكوست بتاعتي. فهي دي نقطه. الحاجه الاخيره او اللي ممكن نقول عليها يعني واحده من الكي اسبيكتس بتاعت الفاليو هي الكاستمر فوكس. انا من اول ما ببتدي الفاليو تشين ديزايننج بتاعي او ان انا ابتدي اصمم الفاليو تشين الخاصه بالصناعه، انا حاطط الكاستمر بتاعي في دماغي. هو بيفكر ازاي، هو عايز ايه، طبيعته، سنه، السيكولوجيه بتاعته، نفسيته عامله ازاي، تعامله ايه اللي يهمه، الكواليتي ولا الكوانتيتي، يحب ينزل يشتري الحاجه بنفسه ولا الحاجه تجيله لحد البيت. كل ما ممكن يفكر فيه الكاستمر بتاعي انا بفكر فيه، علشان انا هدفي زي ما قلت لحضرتك في النهايه ان انا مش بس اجيب الكاستمر يشتري البرودكت بتاعي، لا انا هدفي ان انا احافظ عليه وانه الاكسبيرينس بتاعته تبقى اعلى ما يكون. دي ببساطه شديده لو حبينا نتضمن كل يعني الديفينيشن بتاع تعريف سلسله القيمه او الفاليو تشين والكي اسبيكتس بتاعتها. تمام، واضح جدا. انا برضو في نقطة تانية يمكن احنا ما اتكلمناش فيها قبل كده، بس هي يعني زي ما نقول كده الكلام دايما بيبقى فيه لمبة بتنور دايما كده. خلينا نقول ان ممكن الفاليو تشين مش بس في البرودكت. لو انا بقدم برودكت او لو انا بشتغل في شركة وبتقدم برودكت، هل ممكن يكون الفاليو تشين في السيرفيس لو انا بقدم سيرفيس؟ احنا بنقول، احنا لما قلت لحضرتك الديفينيشن هي الفاليو تشين هي مجموعه الانشطه اللي انا الشركه بتتبعها، سواء هي بتقدم برودكت او سيرفيس. وهو حضرتك مثلا لو انت حضرتك مستشفى قائمه، ما هي اللي بتقدمها دي سيرفيس مش برودكت. فايا كان احنا بنعمل ديزاين، هي ديزايند وكاستمايزد على طبيعه الصناعه وطبيعه الحاجه الاوتبوت النهائي، بقى كان اسمه برودكت كان اسمه سيرفيس، مش بتفرق. انا بعمل لها كاستمايزيشن على حسب البرودكت النهائي اللي بيطلع، وعلى حسب الكاستمر بتاعي اللي انا عايزه اوصل له الخدمه واوصل له الاكسبيرينس. يعني هقول لحضرتك على حاجه بسيطه. انا كان من ضمن الناس اللي اشتغلت معاهم كان ريجنال مانجر في احد مجموعات المستشفيات الكبرى في مصر يعني. فهي الطبيعه الكاستمر بتاعها في اي بي كاستمر، هي بتارجت الفي اي بي كاستمر. طب الفي اي بي كاستمر ليه طريقه معينه في التفكير، يحب خدمه توصل له بشكل معين، يحب التعامل بشكل معين. دي احنا عملنا كاستمايزيشن كامله لشكل التعامل مع الناس وشكل الفاليو اللي مستنيها الكاستمر ده، واحنا غيرنا يعني هي كانت داخله بالتارجت حاجه معينه، احنا غيرنا الكلام ده بناء على طبيعه الكاستمر اللي هي بتارجته. انا بفكر بمخه، هو مستني ايه، مستني تعامل ازاي، مستني حاجه شكلها اكسكلوسيف، يحس يعني الفي اي بي كاستمر مثلا بيحب اكسكلوسيفنس في شكل الحاجه اللي بتطلع له وهكذا. ف دي كانت يعني مستشفى بتقدم خدمه مش يعني احنا كده في الفاليو تشين بنبص على كل المراحل من اول. برضو انا بحاول يعني اربط الفاليو، لان هو مش بربط، هو موجود اوريدي في كل الاندستريز الفاليو تشين. فهو احنا بنتكلم حتى لو برودكت او سيرفيس، فهو كل الخطوات صح كده من اول ستيب لحد ما بقدم السيرفيس او البرودكت. وبعدها
اكيد وما اكيد بعد بالظبط. خدمات ما بعد اللي زي ما بنقول خدمات ما بعد البيع. بالظبط. طيب انا بفكر شويه، هل انا كمهندس داخل شركه، اوكي، في فاليو تشين جوه الشركه، وانا لازم ابقى عارف ايه الفاليو تشين اللي موجوده عندي في الاندستري او في الشركه او ايا كان المكان اللي انا شغال فيه. بس هل انا كموظف جوه الشركه انا عندي فاليو تشين خاصه بيا؟ يعني خليني اسال السؤال بصوره تانية. انا بعمل جوب معين، الجوب ده بيبدا من حد بيرفع ريكوست مثلا او في مشكله ما، فانا بحاول اوجد لها حل، فبحتاج ان انا اشتغل مع ديبارتمنت او ادارات تانية. فممكن نسمي ده فاليو تشين؟ يعني هل ممكن نطلق على ده فاليو تشين؟ دي سيجمنت من الفاليو تشين. اه اه. لان انا بص هقول كمهندس لحضرتك لازم على حاجه، اهتم. انا من النوع اللي اه اه بحب لا اتفضل كمل حضرتك. اه. انا بتكلم ان يعني حضرتك احنا كمهندس لازم ناخد، تهتم بايه؟ اه بالظبط، انا كمهندس باخد يعني خلينا نقول ناخد سكوب صغير مكان ما انا بشتغل، بس انا مطلوب مني تاسك من الف مم. لب، في النص في ستيبس مثلا معينه، فكل دي احنا ممكن نسميها تمام. فاليو تشين. ان انا ازاي اهتم بقى بالفاليو تشين والستيبس والانترسكشنز مع الادارات التانية وازاي ان انا في الاخر الشغل بتاعي ده يطلع بهاي كواليتي، لان انا بقدمه للكاستمر اللي هو ممكن يكون ديبارتمنت بعد كده مثلا بديليفر ليها، او ريبورت مثلا، او بروجكت زي ما حضرتك قلتي. فانا بهتم ان هو يكون بيطلع بشكل كويس، فممكن نعتبر دي ان دي فاليو تشين. هي الفاليو تشين هي الجزء، يعني هي عباره عن مجموعه من السيجمنتس. تمام. حضرتك الجزء اللي انت بتحكي فيه ده يو ار بارت، يعني سيجمنت من الفاليو تشين الرئيسيه بتاعت الصناعه بتاعتك او بتاعت امم الشركه بتاعتك. ارساء تمام. الشكل ده من الفهم للناس المسؤوله اللي ماسكين الهيدز بتاعه الاقسام المختلفه جوه الشركه، بيساعد ان هم يفهموا انه احنا الدنيا مترابطه. مش كل بالظبط. مش كل واحد بيتصرف كانه جزيره لوحده. امم وده بيساعد في الاخر بيصب في المردود النهائي للمنتج اللي هيخرج من الشركه، لانه حضرتك في الاخر مش بتطلع منتج منفصل، انت اللي حضرتك بتعمله او الجوب او التاسك اللي بتعملها بتصب في الاوتبوت النهائي اللي هيطلع من الشركه. لما انا افهم انه الهيد اوف ديبارتمنتس كل الاقسام ان حضرتك مش ايزوليتد، فلما تحط خطه، لما تحط يبقى ليك رؤيه او كده، لازم الرؤيه دي تبقى مرتبطه بالناس بالاقسام اللي مرتبطه بيك وغيرك، ده بيعمل efficiency عاليه في استخدام الموارد المتاحه، وبيقلل فكره الكوست دوبليكيشن. يعني بالظبط. انه بالظبط. حضرتك انت باصص لنفسك على ان انت لوحدك فبتعمل حاجه، ويجي غيرك يعمل نفس الحاجه صح. وغيرك يعمل نفس الحاجه، ده كوست دوبليكيشن. صح. فكده في الاخر هتتحمل الشركه التكلفه مرتين ثلاثه. لو احنا بالظبط. كلنا ارسينا الاسلوب ده من الفكر ان احنا مرتبطين ببعض، ان مش كل واحد فينا في جزيره لوحده، احنا مرتبطين ببعض، فانا بشوف اثر الخطه اللي انا هطور بيها نفسي دي. ودي بوينت انا كنت حابه نتكلم فيها مع فايده او اهميه فهم الفاليو تشين اناليسيز للبروجكت مانجرز او للمديرين الادارات في امم الشركات المختلفه. انه هي بيبقى ليها مردود على جهتين، اللي زي ما بنسموها الكابيتال افشنسي، ان انا بيبقى عندي كفاءه في استخدام الموارد المتاحه ليا، وبتقلل الكوست دوبليكيشن الاثنين مع بعض، فبالتالي المردود تمام. النهائي اوتبوت احسن وريفينيو اعلى. تمام. احنا هنتكلم على الموضوع بتاع الكوست افشنسي والفاليو ايفالويشن او الفاليو تشين وعلاقتها بالكوست. بس خلينا قبل ما نروح للنقطه دي، في تمام. لبس كده دايما، يعني بسمع ناس كتيره بتستخدم المصطلحين وكانهم شيء واحد، الفاليو تشين والسبلاي تشين. فعايزين بقى حضرتك توضح سبلاي لنا، هل تشين. في فرق؟ اه بالظبط، هل في فرق بين الاثنين؟ هل الاثنين واحد؟ اللبس ده جه منين؟ او نفرق ازاي بين الاثنين؟ طيب السبلاي تشين ببساطه هي بتهتم بالاكسترنال فلو بتاع البرودكت اللي حضرتك بتخرجه. يعني حضرتك دلوقتي شركه بترول، بتطلع البترول بتاعك وبتروح توصله، يعني بتاخد البترول الخام وليكن وبتنقله للشركات اللي هتستخدمه وهكذا.
ده السبلاي، او منتج مثلا منتج ملابس، انا بجيب القماش من مكان او بجيب القطن وبغزله وبعدين بوصل الملابس اللي انا انتجتها للسوق. ده الاكسترنال فلو للمنتج. لكن الفاليو تشين هي اطار اشمل، هي بتشمل كل الاكتيفيتيز من بدايه الناس لما بتيجي تعمل انا عايز اقدم ايه البرودكت اصلا، ايه الكونسبشن اللي انا هحطه للبرودكت اللي انا هقدمه، عملت ديزاين للبرودكت، طب هجيب الرو ماتيريال بتاعته منين، ايه افضل مكان هعمله، ايه الحاجات. خليني ادي لحضرتك مثال يبين شكل الفاليو تشين. انا مش بعمل دعايه لستاربكس، بس هم من انجح الفاليو تشينز عالميا. بلاش لو ستاربكس. حضرتك عملت سيرش، بلاش، ما هو انا اه بس اه انا بتكلم، انا مش بعمل دعايه ليه، وانا مقاطعه عموما يعني، عامله مقاطعه. تمام تمام. لكن انا بتكلم على اسلوب اداره اوكي. الفاليو تشين الخاصه بيهم. ان هم مم. مثلا عايزين نوع بن معين بيزرعوه في البرازيل، طيب تمام. راحوا للمزارعين بتاع البن، مزارعين البن كان عندهم مشاكل معينه بتواجههم في الزراعه، راحوا عملوا وحده تدعم المزارعين دول وتوفر لهم تكنولوجيا، تديهم نصايح، تعمل لهم حاجات عشان يضمن في الاخر يحصل على البن اللي هو عايزه بالشكل اللي هو عايزه، تمام. ويوصله للفروع بتاعته وهكذا. فانا دي فكره الفاليو تشين، ان انا من اول الكونسبشن لحد ما اوصل للاند يوزر بتاعي، وبعد ما اوصل له كمان زي ما بالظبط قلنا، بالظبط. لان هي كاستمر فوكس، فهي اطار اشمل من مجرد ان انا بجيب الرو ماتيريال منين وبوديها فين. هي السبلاي بالظبط. تشين خاصه بالجزئيه بتاعه توريد المواد الخام للمصنع، هاخد المنتج النهائي اللي دخل المصنع، ده اللي بنسميها الانباوند لوجيستكس والاوت باوند لوجيستكس. انا مهم. خدت الانبوتس وصلتها للمصنع، المصنع عمل المنتج النهائي، عملت له باكجينج وطلعته ووديته للسوق وخلاص، وانتهينا كده هنا لحد النقطه دي، خلصت دور السبلاي تشين. لكن الفاليو تشين بقى من اول ما انا ابتديت اصلا كشركه اعمل كونسبشن للبرودكت او السيرفيس اللي انا عايزه اقدمه، لحد ما وصلت للكاستمر بتاعي وتعاملت معاه ووصلت له اللي هو عايزه، ولو كان عنده شكوى او عنده اقتراحات او بتعامل معاه بحيث ان انا اضمن ان انا احافظ عليه على مدار اطول وقت بالظبط ممكن يعني. بالظبط بالظبط. هو مجال السبلاي تشين خلينا نقول ان في يعني في الاويل اند جاز والبتروكيميكال اندستري، يعني في الحته بتاعت الاندستري دي كلها، في مهندسين كتير بيشتغلوا في السبلاي تشين، بيشفت للسبلاي تشين. وزي ما حضرتك قلت، هو بيبقى اغلب او مش اغلب، هو الفوكس مينلي على المواد الخام اللي جايه، هنوفرها ازاي، الانفنتوري بتاعي مكفيني قد ايه، البرودكت بتاعي هيروح فين بعد كده، هينقله الحاجات ازاي دي. من مكان لمكان. بالظبط بالظبط بالظبط. تمام. اما الفاليو تشين ده، يعني خلينا نقول ده حته تانية. احنا لو حبينا نفهم الفاليو تشين الخاصه هو انا بتكلم ان الفاليو تشين حته شويه لها ريليتد بالبزنس، ممكن نقول بالبزنس ديفلوبمنت على فهمي انا، وان احنا ازاي نوفر الكوست، ان احنا ازاي نطور كل الستبس حتى لو بره الباوندري بتاعي. زي ما حضرتك اديتي مثال، ان انا ممكن اروح اشوف حتى الموردين هل عندهم مشكله، انا محتاج كواليتي معينه في الرو ماتيريال بتاعتي، فانا اقدر اسبورت معاهم في حاجه، فبالتالي انا خلينا نقول ان انا بعمل زي سبورت لكل الفاليو تشين، كل الستبس من اول الرو ماتيريال لحد ما بتيجي عندي بطلع برودكت، حتى بعد كده لما البرودكت ده بيروح للكاستمر. فهو ده مينلي الفرق ما بين السبلاي تشين تمام. والفاليو تشين. تمام تمام. طيب انا تمام عايز مظبوط. انا عايز برضو، معلش، انا حضرتك كنت هتقولي حاجه وانا قطعتك بالتوضيح ده، وانا عايز ارجع تاني عشان ما نفقدش لا لا، التسلسل. تمام. انا كنت حابه يعني مثلا لو احنا حبينا نتكلم على الفاليو تشين الخاصه بصناعه البتروكيميكالز والبترول عموما، انا اعتقد احنا لان محتاجين يعني كل صناعه زي ما قلنا بيبقى ليها طبيعه خاصه ليها. معاك يا دكتور، انا هو الصوت بيوصلك متاخر شويه، معاك اتفضلي. معلش صوت حضرتك قطع. كل صناعه زي ما قلنا ليها طبيعه خاصه والطبيعه دي بتفرض قيود لما بنيجي نعمل الفاليو تشين ديزايننج للصناعه دي. فمثلا ببساطه لو انا هتكلم على صناعه البتروكيماويات والبترول عموما، يعني دي واحده من الصناعات اللي بنقول عليها صناعات متقدمه، واللي بنقول عليها كابيتال انتنسيف اندستريز، يعني هي محتاجه راس مال وحجم استثمارات كبيره، بنيه تحتيه خاصه، حتى معين.
كل ده بيفرض عليا انا از فاليو تشين ديزاينر، بيفرض عليا قيود تمام. لطبيعه الصناعه دي. انا بعتبرها صناعه، بقول عليها الصناعه دي بتدار ازاي، او طبيعه الفاليو تشين بتاعتها بقول عليها بروديوسر دريفن فاليو تشين. يعني المنتج هو المتحكم في الفاليو تشين بتاعه الصناعه دي، وهو المتحكم في الانشطه بتاعتها، وهو اللي بيقول ايه الانشطه اللي الشركه الام هتعملها بنفسها، وايه الحاجات اللي هتعملها اوت سورسنج، وهكذا. بنقسم الفاليو تشين لصناعه البترول والبتروكيميكالز اللي هو الجزء الخاص بالاستكشافات والحفر واستخراج خام البترول او الغاز الطبيعي، ودي بيبقى فيها جزء كبير من المخاطره الاقتصاديه يعني. الجزء الثاني اللي بتسميه الميد ستريم، اللي هي أنشطة بقى النقل والتخزين للخام ده والغاز الطبيعي، سواء هنقله بقى لمعامل تكرير أو هصدره خام زي ما هو من خلال خطوط الأنابيب أو السفن أو إلى آخره. الداون ستريم سيكتور هو أنا بعمل ريفايننج للزيت ده، للزيت الخام ده، وابتدي احوله بقى لمنتجات بنزين وديزل ووقود سيارات، بيبقى شامله بالظبط. انشطه التسويق وانشطه توزيع. الجزء الرابع اللي هو البتروكيميكال برودكشن، اللي هو بقى ان انا ببتدي منتجات كمان يعني اكثر تعقيدا. ببتدي اعمل بقى منتجات زي البلاستيك، المطاط، بطلع مواد كيميكالز سبيشاليتيز، حاجات يعني متخصصه. وعاده الشركات في المراحل دي بتعمل نوعين من الانتجريشن علشان تزود من الفاليو اللي هي بتحصل عليها. النوع الاولاني ان هي بتعمل فاليو كابتشر، بتعمل انتجريشن على مستوى المرحله، فهي بتبتدي تعمل انتجريشن مع شركات تانية، على مستوى هنعمل انتجريشن مع شركه تانية تساعدنا في الجزء الاب ستريم اللي هو الاستخراج والحفر والحاجات دي، او في الميدل ستريم او في الداون ستريم على مستوى الفيزز دي، او على مستوى الصناعات، على مستوى صناعات اخرى، لانه صناعه المواد البتروكيميكالز دي بتدخل في صناعات تانية زي صناعات السيارات وصناعات التكستايلز والكونستراكشن، فبتعمل تكاملات مع الصناعات دي عشان تزود الفاليو اللي هتحصل عليها. وده بسبب انه صناعه البتروكيميكالز او كده دي صناعه دوريه، او بتمر بتغيرات دوريه على حسب بقى مخزون من الخام، حجم الطلب في السوق طبعا. واكيد الصناعه دي من اكثر الصناعات اللي بتتاثر بالمشاكل الجيوبوليتيكال، اكيد المشاكل والتقلبات السياسيه ما بين الدول. وكلنا شفنا طبعا لما مثلا حصلت حرب زي حرب روسيا واوكرانيا ازاي اثرت على اوروبا من حيث استيرادهم للغاز الروسي، وان هم ابتدوا يدوروا على بدايل وهكذا. دي انا بحس انه دي حاجه من الحاجات المهمه، ويمكن اللي كنت بفكر ساعات ان انا يعني اعمل ديزايننج لكورس فيها، فكره البوليتيكال ساينس مع دراسه البيزنس، اهميه فهم الاوضاع السياسيه والتقلبات السياسيه وازاي التعامل معاها، لان البيزنس بيتاثر يعني الاقتصاد مهمه جدا النقطه دي، بيتاثر جامد بالتوجهات السياسيه. والصناعه بتاعتكم واحده من اكبر الصناعات اللي بتتاثر بالنقطه دي. ده يعني حقيقي، ده حقيقي، ده حقيقي. طيب حضرتك قلتي كم معلومات دلوقتي ضخم شويه، فخليني كده هنرجع تاني ناخد الموضوع واحده واحده ونبسطه. حضرتك اشرتي لنقطه مهمه جدا، وهي ان الصناعه دايما، خليني هربط الكلام بالاويل اند جاز والبتروكيميكال. تمام. الصناعه بتاعتنا بتتاثر فولاتايل جدا، بيسموها فولاتايل، يعني اي حاجه بتاثر فيها. يعني لو حد صحي من الصبح قال اي قرار، كل الصناعه بتتاثر سواء بالسلب او بالايجاب. الصناعه بقى لها فتره، خلينا نقول يعني داخلين في حوالي 3 أو 4 سنين، وبالذات صناعه البتروكيميكال اللي هي مش اخر حاجه في الفاليو تشين، ولكن هي جزء مهم، هي الادد فاليو، بتمر بازمه شويه بسبب زي ما حضرتك قلتي، ودي نقطه مهمه جدا، الجيوبوليتيكال كونفليكت او التاثيرات الجيوسياسيه. طيب فاغلب الشركات دي، زي ما حضرتك انت اشرت النقطه مهمه جدا هقولها دلوقتي، ان اغلب الشركات بقى تدور على الانتجريشن.
انتجريشن في الفاليو تشين. يعني انا لو انا بنتج بس بلاستيك، فطب ارجع اشوف الستبس اللي قبل كده، هل اقدر اعمل انتجريشن؟ او اشوف، او لو انا منتج بترول بس، فانا برضو عايز ادد فاليو، فممكن اعمل انتجريشن لشركه بتروكيميكال بتطلع بلاستيك. فاحنا شفنا الفتره اللي فاتت في اكوزيشن او استحواذات حصلت كتيره جدا في بروفايلز لشركات ضخمه عالميا. انا مش هنتكلم في التفاصيل دي، بس انا بضرب بس طيب. مثال. اه فدي نقطة مهمة جدا، ودي ترجعنا بقى للحتة بتاعت الفاليو تشين والكوست ايفالويشن واهمية الفاليو تشين بالذات طبعا الفاليو تشين في الوقت الكويس او في وقت الازدهار هي تمام، هي شغالة كويس جدا، واحنا بنهتم مم. بالبرودكت وبكل الفاليو تشين. في الوقت الصعب زي الوقت اللي احنا فيه ده، أهمية الفاليو تشين. طيب، لو حبينا برضو، انا بحب اقسم، انا عارفه انه يعني الجماعه المهندسين يحبوا الحاجات متقسمه بوينتس كده علشان يعني يحسوا ان الدنيا طلعنا بشكرك بفايده. جدا. تمام. والحمد لله نجحت الى حد اه كبير في لا، التعامل مع، يعني في جذب انتباه المهندسين ده، يعني حضرتك يعني واكتر من حد كان اتواصلت معاهم من خلال لينكد ان وكده. فدي حاجه اضيفها للسي في، يعني ان انا قدرت الفت نظركم انا عارفه انه مش اي حد بيلفت ده نظركم. حقيقي، ده حقيقي، ده حقيقي، فدي مجهود حاجه يشكر دي حاجه جزيلا. دي حاجه شكرا اضيفها جزيلا في على السي في المجهود. بتاعي. اه دي حاجه اضيفها في السي في بتاعي يعني. فخلينا نقسم انه الفاليو تشين اناليسيز مهم في فترات الانكماش او الكونتراكشنري سايكل. يعني احنا البيزنس سايكل بتبقى حاجه في فتره اكسبانشن او فترات توسعيه وازدهار، وفترات انكماش. دي طبيعه الامور يعني. وفكره الفولاتيليتي بالنسبه للصناعات بتختلف من صناعه لصناعه، كل حاجه على حسب طبيعتها يعني. الفاليو تشين بتاعه البتروكيميكالز هي بتتاثر لانه عاده هي مش بتبقى مركزه في دوله واحده. انت عاده ساعات بتجيب الخام، عاده ما بيحصل انه الخام بيتجاب من مكان وبيتصنع في مكان. بالظبط. فالحركه من دوله لدوله ومن منطقه لمنطقه ده بيتاثر طبعا بالظروف السياسيه والاوضاع، يعني اوضاع بقى السلام والحروب والكلام ده كله. طيب لو احنا جينا قلنا اول حاجه او اهم حاجه الشركات بتفكر فيها في فترات الانكماش اللي هي الكوست افيشنسي والريسورس اوبتمايزيشن. ان انا ازاي بقى استخدم الريسورسز المتاحه ليا في الفتره دي ويبقى عندي كفاءه في التكاليف اللي انا بتحملها. احنا قلنا قبل كده انه الصناعه دي هي كوست، بنسميها كابيتال انتنسيف، هي راس مال ضخم. فبيبقى في قيود على راس المال في فترات الانكماش دي والانشطه اللي انا هستخدمه. لما بتاع الشركه مقسمه الشركه لسيجمنتس محدده، ببقى عارفه انهي سيجمنت فيهم هي اللي بتاد اكتر فاليو، فبركز عليها، بوجه لها القدر الاكبر من الريسورسز، وبسحب الريسورسز من الحاجات اللي هي مش هتاد فاليو دلوقتي او الفاليو بتاعتها قليله. خلاص انا مش هركز عليها، هركز على الحاجات الانشطه اللي هي بتدر عليا اكبر فاليو، وبالتالي هحصل منها على اكبر قدر من الريفينيوز مقابله بالكوست اللي هتحملها. فدي واحده من النقط المهمه اللي احنا بنركز عليها في فترات التايمينج، الفترات الانكماشي يعني الكونتراكشن. الحاجه الثانيه انه فترات الانكماش دي بتبقى عاده ما مصاحبه بنسميها الانسرتينتي. انا ببقى مش عارف ايه اللي ممكن يحصل. تمام بالظبط. حالة عدم يقين، كل يوم في قرار، كل يوم في مشكلة. فهي من الأول بتبقى مركزة على فكرة الريسك مانجمنت ووات إف. لو أنا عامل الكلام ده من الأول، من قبل حتى أصلا ما أدخل من فترة الانكماش دي، الوات إف سيناريوز بتخليك تبقى برو أكتيف. ما انتش مستني، يعني انت اوريدي مثلا وليكن حضرتك انتم مقررين ان انتوا هتعملوا استكشافات في منطقة معينة، ابتدت يظهر في بوادر انه في قلق في المنطقه دي، هيقوم فيها حرب، الناس دي يعني في انقلابات على يعني وارد تحصل. يبقى وات اف لو حصلت الانقلابات دي، لا والله انا هنقل الاستكشافات بتاعتي لمنطقه تانية. هبقى حاطط سيناريوهات وات اف لو حصل هنا كذا انا هتصرف ازاي. فانا ببقى عامل ريسك مانجمنت اسسمنت اصلا من الاول. فهي بتديني افضليه ان انا اتحرك
بدري، ما بقاش رد فعل للحدث اللي حصل. ده مش معناه انه ما بيحصلش احداث مفاجاه، هيفضل طول العمر يحصل احداث مفاجاه، بس هو انت زي ما بيقولوا بتعمل ميتيجيشن للاحداث المفاجاه دي، يعني بتقللها، بدل ما هيحصل لك 4 احداث مفاجاه يبقوا حدثين، في حدثين انت عملت بالظبط. حسابهم وحدثين تانيين حصلوا غصب عنك بشكل مفاجئ. كمان انت as a project manager او الناس المسؤوله عن الاداره بتبقى عارف انهي اجزاء من السلسله بتاعتك هي الاكثر ضعفا. وليكن انت بتروح تكرر البترول بتاعك في منطقه معينه، فالمنطقه دي فيها قلق، فتبتدي تشوف بدايل ليها، والله عشان لو اوكي. الدنيا بقى الاحداث تصاعدت في المنطقه دي ابتدي اتحرك لمنطقه تانية، فانت عارف انهي اجزاء اكثر ضعفا فتبتدي تدعمها بشكل اكبر. غير لما ابقى يعني لما بتبقى الحاجه التفاصيل الدنيا بتبقى متقسمه قدامك لنقط. انا دايما لما بشرح الموضوع ده لحد بقول له انا الحدوته بتبقى عامله زي زمان لما كنا في المدرسه ويقول لك اكتب موضوع تعبير عن السياحه. مم. انت بتتخيل انه كلمه السياحه دي كده عنوان طاير في الهواء، انت مش عارف تكتب عنه ايه. لكن بالظبط. لما تبتدي تفصل العنوان ده لعناصر، هتكلم عن مم. السياحة العلاجية، السياحة الأثرية، السياحة مثلا في مصر الأول، وبعدين أبتدي أقسم أنواع السياحة وأبتدي أحكي عن كل واحد فيهم، هلاقي كلام أكتبه. بالظبط. نفس الفكرة، أنت حضرتك لما بيبقى قدامك الماب بكل تفاصيلها، بكل السيجمنتس بتاعة الصناعة بتاعتك بشكل كامل، بتبتدي مم. تشوف مم. والله النقطة دي ضعيفة محتاجة دعم، النقطة دي حلو. كويسة، وهكذا. فتبتدي تتوجه للنقط الأكثر ضعفا اللي أنت ممكن تبقى أكثر تأثرا لو حصلت صحيح. مشكلة أو أزمة، هي النقطة دي اللي هتبقى أكثر تأثرا عندي، طيب، فابتدي هل أدعمها. معلش انا اسف، كمان بتبتدي هقطع هنا، بس انا اسف. هل ده نقدر نقول ده اللي حصل لما اغلب الصناعات دلوقتي حاليا زي ما احنا شايفين كده بتشفت او بتهاجر من امريكا، من اوروبا، بتروح دول زي امريكا الجنوبية، بتروح دول زي جنوب شرق اسيا زي الصين؟ لان طبعا هناك خلينا نقول ان مش بس الليبر باور او تكلفة العمالة رخيصة زي ما الناس اغلبها معتقدين، مش دي بس الحاجة الوحيدة. اسعار الطاقه هناك ارخص. خلينا نقول الريستريكشنز او القوانين على البيئه والحاجات دي مش بالصرامه اللي موجوده في اوروبا وامريكا. الفاليو او كوست الحصول على حتى التولز التانية اللي احنا بنستخدمها في الصناعه كالفاليو تشين كلها بقى اسهل. هل ده السبب؟ يعني هل ممكن حد قاعد شاف زي ما حضرتك قلتي حط الماب كده وقال لا صحيح. والله احنا امم صحيح، احنا بص حضرتك، احنا في عندنا نوعين من الانتجريشن بيحصل على مستوى بقى، انت هنا لو بتتكلم على مستوى دول فاحنا بنتكلم على الجلوبال فاليو تشين اللي هي سلسله القيمه العالميه. سلاسل القيمه العالميه انا عندي مينلي 3 وورلد فاكتوريز، بنسميهم وورلد فاكتوريز. عندي الوورلد فاكتوري بتاع امريكا، بتاع نورث نورث امريكا او امريكا الشماليه، اللي في القلب منه اليو اس اي. وعندي الفاكتوري بتاع اوروبا اللي في القلب منه المانيا، والفاكتوري بتاع اسيا اللي في القلب منه الصين، واللي جت مكان اليابان، احتلت مكان اليابان. يعني اليابان لحد سنه 2000 كانت هي زي ما بيقولوا الليدر بالظبط. بتاع مصنع اسيا، لكن جت الصين بقت هي الليدر يعني دلوقتي. فانا لما باجي اتكلم على الانتجريشن على مستوى الجلوبال فاليو تشين دي، في عندي نوعين من الانتجريشنز. في فيرتيكال، هنا بتبتدي الشركات تشوف انهي انشطه فيها بقت مكلفه ليها في الدوله الام اللي هي كانت شغاله فيها، وتبتدي تنقلها لاماكن تانية. كان وقت الثمانينات او واوائل التسعينات كانت بيحصل النقل بناء على فكره العماله الرخيصه، ان انا بروح اسيا عشان العماله الرخيصه عندهم هناك، العماله عندهم ارخص. دلوقتي لا، الصين ما بقتش فكره بس العماله الرخيصه، بقى عندهم تكنولوجيا يعني متطوره، واستثمروا جامد في الاي اي. يعني كان في زي ورقه بحثيه يعني كنت قريتها وكده، كانوا بيتكلموا على انه استثمارهم في انتاج العلماء، ان كل 70 عالم في امريكا قصادهم ما يقرب من 800 في الصين. عشان كده هم مشكله الشركات لما جه ترامب فرض القيود التعريفيه وقال لك انه هو عايز كل السلاسل دي ترجع تاني لامريكا. الشركات الامريكيه زي ابل مثلا قالت لك لا، ما ينفعش، انا ما عنديش عدد مهندسين كافي
في امريكا بالظبط. يقدر يدير لي السلاسل دي. فهو مش بالظبط. فكره، بالعكس، هو التعليم العالي والتقني العالي بقى موجود في الصين اكتر منه. هم دلوقتي التوجه هم فكره الاداره لا يعلى على الامريكان في فكره الاداره، لكن اللي هي الحاجات التكنيكالز بقى اللي بتقوم المصانع وبتدير الشركات، لا هم ما صحيح. بقتش متوفره. فهي الشركات دلوقتي بقت بتنقل بناء بقى على فكره طبعا القيود البيئيه، لانه اوروبا يعني الشركات السيارات مثلا في اوروبا بتواجه مشكله كبيره ان هم على اعتقد على 2035 هيمنعوا بيع السيارات اللي هي بمحركات الاحتراق الداخلي، بالظبط. العربيات العاديه يعني، وان هو مم. العربيات الكهرباء بس هي اللي هتبقى مسموح بيها. فده بتواجهه مشكله كبيره بتواجهها الشركات في المانيا اللي ما استثمرتش بشكل كافي في السيارات الكهرباء. الكهرباء. و بالظبط. و- عندها مشكله، وكانوا بيحكوا ان هو في شركات منها مهدده ان هي تقفل، مش بالظبط. هتقدر تكمل لانها مش ملاحقه تواكب الشركات الصينيه في التطور اللي حاصل يعني. بالظبط. فهو دي فكره الفاليو تشين، عشان هي متقسمه از سيجمنتس ما بين الدول، والحاجه بتروح وترجع اكتر من مره من دوله لدوله. انت بتضيف لها قيمه وترجعها لي، اضيف لها انا حاجه وارجعها لك تاني. فهي ابتدت تتوجه ناحيه الدول اللي هيبقى متركزه فيها القيمه الاعلى، واللي هعرف ابيع فيها المنتج النهائي في الاخر، صحيح. صحيح. واللي مش انا هتفرض يعني عليا خليني. قيود والله في الانتاج وفي الحاجات دي. بالظبط. مش هتفرض عليا قيود كبيره. بالظبط. بالظبط. يعني هي حتى كمان اغلب يعني خلينا نقول الصين واغلب الدول اللي في جنوب شرق اسيا، هم كمان عشان يعملوا زي بيسكيور او بيأمنوا حتى الرو ماتيريال بتاعتهم، خلال البترول او غاز او كده، عندهم حجم استثمارات ضخمة جدا سواء في افريقيا او تحالفات مع دول تانية، يعني مش يعني بغض النظر عن اي شيء. زي ما حضرتك قلتي كده، بيحاولوا ان هم يوفروا كل الرو ماتيريالز، او يبقى الفاليو تشين بتاعته كلها سكيورد مم. وبارخص سعر. يعني حتى هو بيطلع يستثمر بره. يعني الصين حجم استثماراتها الخارجي ضخم جدا جدا. جدا رقم جدا ارقام مرعبه يعني. وفي نفس الوقت طبعا هم بينقلوا لا جدا طبعا. الاكسبيرينس بتاعتهم، الاكسبيرينس بتاعت ان احنا كواليتي كويسه، او خلينا حتى دلوقتي بقت هاي كواليتي، بس الكوست قليله جدا. فطبعا البرايس بقى منافس، فلازال هو بيحافظ على الكالتشر دي، او هي دي خلينا نقول نقطه القوه بتاعه الصناعه الصينيه وصناعه جنوب شرق اسيا، او الصناعات الاسيويه عامه يعني. انت والمضحك حضرتك في ان الامر. تتخيل منه من 2000. اتفضل يا دكتور، انا اتفضل. معاكي سامع. لا اتفضل، لا كمل حضرتك وهقول لك انا بعدين. كنت بتكلم مع حد، فبنتكلم في ان كنا بنقول ان المضحك في الموضوع يعني، او المفارقه اللي حصلت، ان اغلب التكنولوجي اتعملت في امريكا وفي اوروبا. يعني اغلب الحاجات اللي هي احنا معتمدين عليها حاليا كان السورس بتاعها، او التكنولوجي او الاختراع، براءة الاختراع، في امريكا وفي اوروبا. اللي حصل ان زي ما حضرتك قلت، اليابان في فتره معينه ولا زالت، والصين ودول جنوب شرق اسيا خدوا التكنولوجي دي وضافوا لها بقى كتير. يعني دايما احنا نقول الغرب دايما بيعمل from zero to one، بس انا دايما بشوف اه ان اسيا بتعمل بقى من 1 ل 1 مليون، يعني بيضيفوا حاجات كتيره جدا، فالغرب ما بيقدرش صحيح. ينافس. اه. لا هو بص، هو المشكله اللي انا بحسها يعني ان هو فكره التعامل بتعالي هي اللي وصلت الغرب ده حقيقي. ده حقيقي. للنقطه دي. يعني كان في سيكه يعني اعجرفه شويه مم. وايجو مم. عاليه، ان هم مستحيل يحصلونا، مستحيل يلحقونا، هيفضلوا طول بالظبط. عمرهم تابعين. فانا بالظبط. غمضت عيني عن ان هم بيتطوروا بشكل رهيب. صحيح. يعني صحيح. هي امريكا، وكانت كل مره ولا زالت للاسف السياسه الامريكيه بتتعامل بنفس الطريقه. ان انا دلوقتي ترامب جه في 2018 فرض عليهم قيود كبيره، وكان بيحاول يوقع شركه هواوي مثلا ويفرض عليها قيود في فكره المايكروشيبس ومش عارفه وتصدير التكنولوجيا ليهم وبتاع، على اساس ان هم كانوا يعتبروا من عمالقه التكنولوجيا في الصين. فجت الصين راحت عملت طريق الحرير، صحيح. اللي هي بيسموها مبادرة الحزام والطريق. عملتها، استثمرت في حجم بنية تحتية لوجستية رهيبة. أمريكا ما خدتش بالها من نقطة إنه الدول
الدول اللي هي الناشئه في افريقيا وفي اسيا بتفضل التعاون مع الصين، لانه هي شايفه ان الصين اتليست لحد دلوقتي يعني ما عندهاش اجنده خارجيه في التعامل، في التدخل في السياسات الداخليه للدول. يعني هم جايين يتعاملوا معاك من منطلق براجماتي بحت، يعني بالظبط احنا بالظبط، عايزين المنفعة المتبادلة، نستثمر منفعة مع بعض. متبادلة. النقطة بقى المهمة اللي أنا يعني مخليها لآخر جزء في الحلقة، لأن إحنا مش عايز آخد وقت حضرتك أكتر من كده، يعني ما شاء الله. تاني الناس يا جماعة اللي هيسمع الحلقة يجهز معاه ورقة وقلم زي ما قلت في أول حلقة، عشان في مصطلحات وفي ربنا معلومات يكرمك. كتير شوية. الجزء المهم أو الترند حاليا متصدر السستينابيلتي. فاحنا عايزين نتكلم على تمام. السستينابل او السستينابيلتي فاليو تشين. الموضوع ده بقى مهم جدا لاغلب الشركات، مش بس في الاويل اند جاز، في كل الصناعات. الناس كلها بتتكلم على السستينابل برودكتس والسستينابيلتي، ازاي نحقق سستينابيلتي فاليو تشين. الانبعاثات الكربونيه او الكربون فوت برنت مش بس للبرودكت بتاعي، ده للرو ماتيريال اللي انا باخدها. حتى البرودكت بتاعي ده يعتبر رو ماتيريال لحد، او حتى لو هو بيستخدمه في حاجه معينه لازم يكون سستينابل. الحاجات دي كلها عايزين بقى نعرف علاقه الفاليو تشين بالسستينابل. تمام. هي الفكره كلها في يعني اللي احنا يعني عشان ما برضو ما اطولش على الاودينس بتاع حضرتك. احنا زي ما قلنا احنا بنقسم الفاليو تشين لسيجمنتس، وبنشوف الفاليو بتاعت السستينابيلتي دي او الكونسبت بتاع السستينابيلتي ده ازاي نطبقه على كل سيجمنت، ازاي يخلي كل سيجمنت في الفاليو تشين بتطبق معيار السستينابيلتي، سواء السستينابيلتي من حيث الحفاظ على الانفايرمنت او السستينابل براكتسز اللي هي بتضمن استمراريه البيزنس نفسه. من حيث بقى الحفاظ على سواء يعني كونسبت الحفاظ على البيئه، كونسبت استهلاك الموارد بشكل ما يبقاش فيه استنزاف. يعني وليكن مثلا معدلات الاستخراج خليها بمعدل يقلل معدلات التلوث مع الوقت. بدل ما بستخرج قد كده يوميا هقلل مثلا المعدلات الاستخراج واخليها على مدة أطول، بحيث ان انا اضمن الحفاظ، لان هي جزء من مفهوم السستينابيلتي هو الحفاظ على الموارد للاجيال اللي جايه، او صحيح. حفظ نصيب الاجيال اللي جايه من الموارد المتاحه. فانا هخلي مده الاستخراج وليكن على فترات اقل، هعمل منتجات المنتجات بتاعتي تبقى حاجات ديجريدبل، ما تبقاش تبقى حاجات قابله للتحلل، ما تبقاش حاجات زي البلاستيك اللي كان بيتصنع قبل كده غير قابل للتحلل، وبالتالي هو بيضر البيئه بشكل كبير. وهكذا يعني اعتقد في كل سيجمنت بقى، يعني انا في كل سيجمنت هستخدم حاجات اوتوميتد بدل ما هستخدم بيبر وورك مثلا. هحاول ادخل الاوتوميشن في كل المراحل المختلفه، بحيث ان انا اقلل من استهلاك الورق اللي بينتج عنه قطع الاخشاب مثلا صحيح. والكلام ده كله. فالتحويل للاوتوميشن هيقلل الكلام ده كله. الحاجه اللي ينفع تتعمل working from home تتعمل working from home، الحاجه بالظبط. اللي لازم وهكذا في كل سيجمنت. لما انت حضرتك بيبقى عندك الماب كامله بتاعه الصناعه بتاعتك، وبتتعامل على انك جزء من حاجه اكبر. يعني كانت مشكله زمان البيزنسز يعني قبل بدايه الفكره دي ان كل شركه او كل حاجه بتتعامل على ان هي كيان منفصل لوحدها بعيدا عن السوسايتي او المجتمع اللي هي بتعمل داخله او الصناعه. لكن دلوقتي احنا بقينا لا، ما بقاش في فكره الانفصال ده. كل شركه هي شايفه انه هي ليها دور، وبقى في تركيز لانه بقت الناس واعيه لفكره انه الشركه دي ما عندهاش، مش عايزه تقوم بدور مجتمعي، فبتلاقيهم الناس اوتوماتيكلي بيقطعوا المنتجات بتاعتها. فالشركات صحيح. مش عايزه كده، بالعكس هي عايزه تروج لنفسها على ان انا عندي دور في المجتمع بعمله، اديني انا بعمله ببروزه، بحافظ على البيئه، بحافظ على المجتمع، بساعد اعمل برامج صحيح. تدريبيه. جزء من السستينابيلتي ان انا اعمل برامج تدريبيه وليكن باسعار قليله للناس وكده، بوعيهم، بدربهم على حاجات معينه، بعلمهم سكيلز معينه، بساهم في تعليمهم وتطويرهم، بعمل طيب. منح داخل الشركه عندي ببلاش للشباب، تساعدهم ان هم يضيفوا للسي في بتاعهم. ده جزء من السستينابيلتي، مش بس فكره الحفاظ على البيئه، بالعكس هو تنميه العنصر البشري اللي موجود في المكان اللي الشركه دي بتعمل فيه.
بحيث ان هي ما تبقاش، وخصوصا لو هي مثلا شركه زي شركات البترول ممكن تبقى عاده بتعمل في بلد غير بلدها، فانت بالظبط. بتضيف ايه للمجتمع اللي انت فاتح فيه. مم. والله انا بعمل برامج تدريبيه للشباب، بعلمهم، بنقل لهم سكيلز ومهارات، مش بس جاي ياخد الخام اللي عندك كدوله واخده وابيعه بره واكسب انا صحيح. وانت مش مهم. فدي طيب. جزء من الدور يعني اللي ممكن مم. يلعبوا الفهم ده يعني. مم. طيب هل ممكن لو شركة مثلا، أنا شركة بتروكيميكال بعمل أي نوع من أنواع البلاستيك، هل ممكن الراجل اللي بيديني الرو ماتيريال بتاعتي اللي هو الريفاينري بقى أو الأويل أند جاز، الحتة اللي مم. قبلي، آه، هل أنا عشان أقلل مثلا أو أزود أو خلينا نتكلم إن إحنا بدور على sustainable product، هل أنا كشركة ممكن أروح أقول له مثلا طيب أنا أساعدك إزاي في إن أنت مثلا يكون البرودكت بتاعك اللي أنا باخده كرو ماتيريال ده جرين او رينيوبل، فحتى ممكن اعمل انفستمنت عنده؟ هل ده جزء من الفاليو تشين فيجن مثلا، او خلينا نسميها السكوب؟ ما اكيد، ما هو جزء منها ان انت، ما احنا احنا طول الوقت احنا يعني من الحاجات الاستراتيجيز اللي بنتعلمها ازاي تخلي الفيجن بتاعتك في شكل حاجه يعني مكتوبه قدامك، مش امم. شعارات، مش سلوجان. صح. حاجه مكتوبه قدامك، انت طول الوقت حاططها قدامك، طول الوقت بتطور فيها. انت بتطور في السكوب وفي في الاكتيفيتيز اللي الشركه ممكن تعملها على مدار الوقت بما يواكب اللي حصل حواليك. فدي طبعا ده اكيد يعني جزء مهم. انت شايف انه الاتجاه رايح ناحيه انه استخدام الحاجات اللي فيها sustainability علشان التاثيرات السلبيه على البيئه، يبقى انت استثماراتك اللي جايه، جزء من الاستثمارات اللي انت هتحطها الفتره اللي جايه في انتاج منتجات رينيوبل، في انتاج طاقه رينيوبل، في انتاج منتجات بتساعد على تبقى سهله التحلل، فمش هتضيف لتلوث البيئه او هتقلل العادم اللي بيسموها الكربون ايميشنز. فكل الحاجات دي انت بتحطها اوريدي في الفيجن بتاعتك، وانت بتيجي تعمل ديزايننج للفاليو تشين بتاعتك، وبترسم مهم. تعمل لها مابنج ان انا خلال الفتره اللي جايه جزء الاكبر، جزء قد كده من استثماراتي هيروح الناحيه دي، وهزوده مع الوقت، لانه ده الاتجاه، ده اللي هيبقى الترند السيد الفتره اللي جايه. فانا هبتدي بقد كده وهبتدي ازوده، بحيث ان انا مع الوقت يبقى كل البرودكتس اللي بطلعها هي حاجات زي مثلا شركات التكستايلز مثلا اللي بتعمل حاجه يعني نوعيه قماش مثلا، اوكي. النوعيه دي بتقدر تقعد فتره طويله من غير ما يظهر عليها مثلا ان هي اتبهدلت او كده، بحيث ان تشجع الناس ان هم يحافظوا على الهدوم، لانه مثلا صناعه الملابس من اكتر الصناعات الملوثه للبيئه، وبيتم سنويا اطنان من الملابس بتلوث البيئه. فانا عايز اخترع نوعيه من القماش ده يساعدني يفضل قاعد معايا فتره طويله، فافضل البسه فتره طويله، ما احتاجش اشتري غيره، مهم. فيقلل الاستهلاك، فيقلل التلوث. فانت جزء من استثماراتك يدخل في الابحاث الخاصه بالنوعيه دي من القماش مثلا، هي لسه الحدوته في اولها، فانت تزود الاستثمارات اللي في النقطه دي، فانت تبقى بتساعد على فكره السستينابيلتي، ان انت بتنتج منتجات تفضل معمره، ديورابل برودكتس تفضل معمره مع الناس فتره اطول، تليق على موضات مختلفه، تبقى حاجات بيزك ينفع تتلبس على حاجات صحيح. كتير، وهكذا. لان احنا زي ما قلنا جزء من الانتجريشن ما بين شركات البترول بتبقى مع صناعات زي صناعات التكستايل مثلا، وهكذا. ده طبعا جزء مهم جدا. يعني انت السكوب بتاعتك والفيجن بتاعتك هي الفاليو تشين بتبقى كاستمايزد على حسب الفيجن بتاعتك، انت بتعدل في الحاجات دي، هي بتسهل عليك فكره الكاستمايزيشن. يعني صح. هي الفكره كلها ان هي بتخلي لك الحدوته اسهل وابسط، في خطوات ابسط تسهل عليك ان انت ازاي تبقى ادابتبل للظروف، للتغيرات اللي بتحصل حواليك بقى. تمام. تمام. واضح جدا دكتور نهى. طيب يعني انا اعتقد ده كان اخر جزء في الحلقه النهارده، ويعني احنا اتكلمنا باستفاضه من اول شرح ايه هي الفاليو تشين وتعريفها، وازاله اللبس ما بين استخدام كلمتين فاليو تشين والسبلاي تشين، واتكلمنا كمان على وقت الاوقات الصعبه زي الوقت اللي احنا فيه حاليا، في صراعات كتيره، ازاي ايه دور الفاليو تشين واهميتها. واتكلمنا كمان على الجزء المهم جدا موضوع السستينابيلتي فاليو تشين. دكتور نهى ما شاء الله يعني معلومات كتيره، وان شاء الله احنا نفيد الجمهور يعني او الناس اللي بتسمع البودكاست.
بشكر يا حضرتك رب ان جدا شاء الله. بشكر حضرتك جدا، وبشكر حضرتك على الوقت حضرتك. متشكر ليك جدا يا دكتورة. انا اللي شاكره لحضرتك وشكرا، وارجو ان هي فعلا تبقى يعني اكون قدمت حاجه تقدر تفيد يعني في المجال بتاعكم، في مجال الكربون والبتروليوم اندستريز يعني. واتمنى ان هو ما يبقاش اخر مره ونتكلم مع بعض تاني في التغيرات اللي أكيد بتحصل في الدنيا دلوقتي كتير يعني. أكيد ان شاء الله يبقى لينا لقاءات تانية يعني. أكيد بإذن الله، أكيد إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتورة. ان شاء الله. العفو يا فندم، العفو.